السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، عاملين ايه؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا النهاردة هعمل معاكم حتة اللحمة كندوز دي. هي كبيرة شوية وطلعت عيني شوية في السوا، او انا متعودة ان اللحمة تستوي بسرعة، بس هي حتة واحدة والمفروض ان انا اقطعها عكس النسيج عشان يعني تستوي اسهل وكده. وكمان هي كانت طازة، فانا سبتها شوية في التلاجة حوالي 10 ساعات افتكر. بس قلت كمان انا هسيبها، ايوه المفروض اقطع كده عكس النسيج مش مع النسيج زي القطعة الاولانية اللي انا عملتها. دي كندوز وفي نفس الوقت احنا عايزين نشويها، فهشوف انا هعمل ايه عشان تستوي وتبقى مشوية وتبقى حلوة. برغم ان الكندوز المفروض ما يتعملش كده، يعني يتعمل يعني صينية بقى ويغلي وكده، بس انا هاخد برضو طعم المشوي وهسويه برضو في الايه، صينية، يعني زي طريقة كباب الحلة كده. الطريقة دي علشان افتحه وتنعم والانسجة بتاعتها تتفتح فتشرب التتبيلة بسرعة وتستوي بسرعة. انا هنا مش مكترة التوابل علشان طعم اللحمة برضو يبان. هنا 7 بهارات ورشة روزميري وفلفل اسمر ورشة جوز الطيب، ملح كده، بس اللي احنا عملناهم مع البصل. طيب ايه كمان عشان نطري اللحمة وتتبل حلو؟ دي كانت نص كوباية زبادي مع صويا صوص، معلقة برضو، ومعلقة دبس الرمان. مش مفروض كتير عشان طعم اللحمة ما يبقاش كله توابل، لا كل ده مش هيبان اصلا، يعني هو هيخلي طعمها حلو. لكن انا ما بحبش التوابل كتير قوي اللي هي تبقى في اللحمة، وبعدين في الاكل عموما يعني. فاحنا كده ايه، تبلتها وظبطت برضو الملح بتاعها واحطها في التلاجة. يعني تقدري على الاقل تحطيها اقل حاجة 6 ساعات لما تكون لحمة كبيرة وعايزاها تستوي كويس. تمام. فانا حطيتها يوم، بيتها يوم وتاني يوم عملتها. هنا بقى بعمل معاكم الرز البسمتي. حطيت البصلة يعني كبيرة كده، مع قرفة وحبهان ورق لوري، ولو تحبي تحطي قرنفل حطي مثلا 4 وحدات كده عشان تعديهم، والحبهان برضو بعده، مع طماطمية مبشورة، وبقلب كل بقى ده مع بعضه. ده زيت على سمنة. وطبعا حطيت معلقة كركم، وما حطيتش كاري، لا يعني مش مستاهله كاري، هو الريحه والطعم بتاعها ده تحفه. انا بفضل احط الرز كده علشان ياخد الطعم والريحه بتاعت التوابل اللي انا عاملاها، شكلها بيبقى تحفه. ولو عايزه كمان تحطي مع التتبيله دي جزرايه مبشوره تبقى حلوه قوي. هنا بقى بعد ما اتبخر يعني يتقلب كويس مع التتبيله، انا حطيت الميه يا دوبك تبقى عليه يعني عقله ونص. والرز ده منقوع حوالي ساعه، مغسول كويس ومنقوع حوالي ساعه. ده رز بسمتي، خلي بالك هو بيبقى انواع، يعني في نوع ما يحبش يتنقع كتير، بس ده من النوع الكويس. فخلاص بعد التقليبه دي انا مش هقلبه تاني، احطه على النار وبعد 5 دقايق اروح موطيه خالص وحاطه شياطه علشان يستوي كله زي بعضه ويبقى مفلفل زي ما هتشوفوا. هنا بقى اللحمه بتاعتنا المفروض ان هي خلاص تبلت. انا بجيب هنا حاطه حتتين ليا عشان برضو يدوا طعم، مع حبه زيت، مع حته الدهن ديت من اللحمه نفسها. يعني هي قطعه واحده، لما تيجي تجيبي اللحمه تجيبيها قطعه واحده عشان تستوي كلها زي بعضها. وانا هنا ببتدي اشوي. الطريقة دي حلوة لو انتي هتشوي فعلا اللحمة للآخر، يعني لو اعمل كده بشويها كلها وبعد كده بجيب مية سخنة وبحطها على النار، والنار تبقى واطية وازود شوية بشوية وانا مغطياها وتستوي وتحتفظ بلونها. وفي الاخر بعمل لها فحماية، حطها في ورقة فويل في طبق صغير، وبروح عاملاها بحبة زيت مقدوح قوي او سمنة مقدوحة قوي، تروح تبقى كأنها مشوية بنفس الطريقة دي في الصينية. طعمها وريحتها بيبقى تحفة منها فيها كده، كأنك شويها على الفحم، بس أحلى شوية كمان لأنها أطرى ومستوية أحلى. لكن احنا عايزين نعملها بالخضار،
يعني انا بعد ما عملت الطريقه دي وسبتها استوت شويه بشويه، اول ما قربت تستوي في الصينيه انا طبعا نقلتها في حاجه تانية عشان اقدر احط كله على بعضه مع الخضار. هحط كده كله على بعضه. وبعدين دي بقت التتبيله بتاعتها، هعملها كده مكان برضو اللحمه بتاعتها واحطها عليها. وبعدين هبتدي يعني ازود الميه شويه بشويه. اجي بقى البطاطس والجزر اللي انا هحطهم عليها على الوش، هحطهم قبل ما اطفي عليها مثلا ب10 دقايق. يعني انا عملت كده بالظبط، وحطيت اتشربت ما دخلتش الفرن، كل ده من بره. وبعدين لما اللحمه استوت خلاص هي كانت قربت تستوي. طبعا بتظبطي الملح بتاعها، شوفي بتتقطع ازاي. الحركه بتاعه الدب دي بتخليها تستوي كويس. لو عجبكم يعني الفيديو او وصلتوا معايا لغايه هنا، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتشرفوني بتعليق، يعني يهمني اسمع رايكم تقريبا في معظم الاكل. لكن النهارده معلومه بتاعتنا كانت على انك لما تجيبي لحمه كندوس كبيره تعمليها ازاي، حتى لو هي يعني كبيره تسويها ازاي وتعمليها مع الاكل برضو. الرز مفلفل ما شاء الله. اتمنى الفيديو يعجبكم. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. سلام عليكم.